بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سيرة من نور. كنا قد اتفقنا أننا سنقرأ السيرة النبوية من خلال كتاب صحيح البخاري، وكنا قد اتفقنا أننا سنسرد أحاديث الإمام البخاري من بداية الكتاب إلى نهايته، ونستخلص منه السيرة العطرة. وليس فحسب أننا سنقرأ باب كتاب المغازي كما هو عادة أهل السير، وإنما سنستخلص السيرة العطرة والسيرة النبوية المباركة من خلال أحاديثه الشريفة وأعماله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ذاك هو الفقه، وتلك هي الحكمة من إرسال الرسل وتتبع أعمالهم خطوة بخطوة. وبما أننا في شهر رمضان المبارك، سنقرأ سيرته العطرة فيما يخص الصيام، كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفطر، وكيف كان نهاره، وكيف كان ليله، حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فقد بعثه الله عز وجل لنا رحمة من أجل أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما يرضي الله عز وجل عنا. وعليه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة تتردد في هذا الشهر الكريم كثيرا على لسان العلماء والدعاة، لأنها الأصل في الاستدلال بوجوب صيام شهر رمضان المبارك. ولذلك افتتحها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عبادة الصيام فرضت في السنة الثانية للهجرة إن لم تخني الذاكرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الأمة صيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض شهر رمضان المبارك. وتلاحظون مشاهدي الأكارم أن الفرائض معظمها فرضت في المدينة المنورة. وفريضة الصيام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون عاشوراء، أمر صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال: نحن أولى بموسى منكم. ثم فرض الصيام. نحن الآن لسنا بصدد سرد الأحكام الفقهية بشأن صيام شهر رمضان، لكن هذا الصوم كان في المدينة المنورة، وعليه ذكرناه من باب سرد السيرة النبوية فيما يتعلق بالصيام. ثم قال الإمام البخاري بسنده عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع.
فقال: إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث العظيم كما تشاهدون وتسمعون حديث واضح. أعرابي جاء من خارج المدينة يسأل عن شرائع الإسلام، وربما لهذا الحديث عدة روايات، أو قد يكون أعرابي آخر. المهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه الأسئلة، كما في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. فقال لما دخل المسجد وربط الجمل في إحدى سواري المسجد ثم قال: أفيكم محمد؟ فقالوا له: نعم، ذلك الرجل الأحمر المتكئ صلى الله عليه وسلم. فقال: إني سائلك فمشدد عليك، فلا تجدن على نفسك شيئا. ثم بدأ يسأل مثل هذه الأسئلة التي تدل على شرائع الإسلام. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين وسط الصحابة، خلافا لما نرى اليوم من علمائنا ومشايخنا الذين يقطنون في بيوتهم وفي مكتباتهم، يطلعون ويقرؤون الساعات الطوال من أجل أن يؤلفوا مصنفات أو كتب، في حين أن الأمة بحاجة إليهم في أن يكونوا في وسطهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، يدعون الناس بسمتهم وهديهم وخلقهم. هذا هو فعل النبوة. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه الآية تدل على اختلاط النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته وبين شعبه وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الرجل ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يستطع أن يفرق بينه وبين الصحابة، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة لما جاء ودخل المدينة المنورة وكان الصحابة يستقبلونه على باب المدينة ولا يعرفون وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فما استطاعوا أن يفرقوا بينه وبين أبي بكر، حتى رأوا أبا بكر يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمظلة يظل النبي عليه الصلاة والسلام، ففهموا أن الذي يظل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا كان. هذه هي السيرة العطرة التي نحن نريد أن نستفيد منها. فهذا الرجل جاء يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والصحابة يسمعون يستفيدون. هكذا نريد أيضا مشايخنا وعلماءنا الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يختلطوا مع الناس وأن يكونوا موجهين ومعلمين ومربين. والحديث واضح لا يحتاج إلى شرح. رجل سأل عن الصلوات الخمس، سأل عن الزكاة، وسأل عن الصيام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع. فقال: لن أتطوع شيئا وسأؤدي بالفرائض فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وقال: دخل الجنة إن صدق. فمن أتى بالفرائض فقط وحافظ عليها وابتعد عن الكبائر وعن الآثام، لا شك أن هذه الفرائض أجرها عظيم، هي جديرة بأن تدخل
الرجل الجنة أو تكون سببا في إدخال الجنة كما هو مقرر عند أهل العلم. ثم ذكر حديثا آخر بسنده الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وهذا أيضا ذكرته لكم. وهنا أيضا تأكيدا على ما ذكرته لكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، يعني يوم عاشوراء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. باب فضل الصوم. ثم ذكر بسنده رضي الله تعالى عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذا لفظ الإمام البخاري في هذه الرواية بهذا السند رحمه الله ورضي عنه، وجمعه بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي حفظ علما عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن أمة محمد خيرا كثيرا. ومن يطعن في الإمام البخاري ومن يطعن في الإمام الصحابي الجليل أبا هريرة يطعن في دين الإسلام. نعم، هي المعادلة هكذا: من عجز على أن يطعن في دين الإسلام مباشرة فإنه يذهب ويطعن في من نقلوا إلينا أحكام دين الإسلام من الإمام البخاري والصحابي الجليل أبي هريرة وهكذا. لذلك علينا أن نفقه وندرك أن من يطعن في هؤلاء الأئمة العظام، الإمام البخاري والإمام النووي والإمام الحافظ بن حجر، هو يطعن في دين الإسلام ويحارب فيه، وما يقولونه بحجة أن هؤلاء أشاعرة ويريدوا أن يكون أكثر يعني حرصا على منهج السلف، هذا كلام غير مقبول جدا، خصوصا في مواجهة هؤلاء العظماء الكبار. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية. وهنا يبين أدبا من الآداب العظيمة التي يجب أن يتحلى بها المسلم. قال: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا الأدب العظيم أول من يتحلى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من هنا نقول أن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يشاتم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقاتل، وإنما كان ذا خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فبالتالي نأخذ من سيرته العطرة في نهاية رمضان أنه لا يقاتل ولا يشاتم، فإن اعتدي عليه صلى الله عليه وسلم فإنما يقول لمن اعتدى عليه إني صائم. هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث الشريف. وما أريد أن أنهاكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا هو منهج الأنبياء جميعا، أنهم إذا أمروا بأمر هم كانوا السباقين في الاقتداء به،
إذن نستطيع أن نقول أن من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم في نهاية رمضان أنه يكون ذا خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ويكون عنده هذا المفهوم الكبير الذي هو علمنا إياه. حينما تقول للشخص إني صائم إني صائم، فهي ذكرى له أيضا أنه صائم، وأن هذا الشهر يجب أن يقدر ويعظم. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم بهذا القسم الذي دائما هو يقسم به، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. وهذا القسم العجيب الذي دائما يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكأنه يعني إشارة وذكرى لنا وتذكيرا لنا أيضا أن أنفسنا التي نحن نمشي بها ها هنا وها هنا هي ملك لله عز وجل، في أي لحظة ممكن أن يوقفها، وفي أي لحظة ممكن أن يأخذها سبحانه وتعالى. فبالتالي حضور هذا الشعور يجعلك مرتبط بالله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس فلان بيده. هكذا حينما أنت تقسم وتستحضر هذه الحالة العظيمة التي تجعلك فعلا تتهيب بأن نفسك وروحك بيد الله، وممكن أن يأخذها الله الآن، وهي ملك له. لذلك نحن حينما يعني نتوجه إلى الفراش نقول باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أخذت نفسي فارحمها، وإن تركتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحديث العظيم الذي يشعرك بالخوف حينما تنام. ربما أنت تنام ولا تستيقظ، بل تستيقظ في القبر، فإذا بك أمام الملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأنت كنت قبل قليل على فراش النوم. كيف حصل هذا؟ لأن الآجال بيد الله، ولأن هذه النفس ملك لله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن قسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القسم حقيقة فيه ذكرى وموعظة. هذه هي السيرة العطرة التي نحن نقول يجب علينا أن ندرسها وأن نتعلمها. حينما أنت تطبق في مجلسك وتقول لأولادك: اسمع، والذي نفسي بيده، والله لو خرجتم في الساعة الفلانية لأفعلن بكم وبكم، يعرفون لماذا أبونا يقسم والذي نفسي بيده، تعرفون أن هذه فيها ذكرى بالآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف معروف هو تغير رائحة البطن بسبب خواء المعدة من الطعام، فيخرج منها رائحة كريهة. هذه الرائحة هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأن السبب في حصول هذه الرائحة الكريهة كان بسبب طاعة وعبادة عظيمة يحبها الله، وهي عبادة الصيام. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يهتم بنظافة نفسه ونظافة فمه، لا، لأن أصل الرائحة تخرج من المعدة، فمهما يعني فرشت أسنانك بلغة العصر ومهما غسلت أسنانك تبقى هذه الرائحة موجودة بسبب خواء المعدة من الطعام، فبالتالي كلما تنفست خرجت هذه الرائحة. وفي هذا هنا عدة فوائد، منها أن ما يحصل من أي أثر من آثار العبادة فإن ذلك يكون في موازين حسنات الشخص. أرأيت الذي يهاجر في سبيل الله، يهاجر فيترك بيته وداره وأمواله من أجل الله تبارك وتعالى، فهذا يعوضه الله سبحانه وتعالى سعة في الرزق وقوة حقيقة في الجاه والهيبة والمكانة.
قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كذلك لو هذا المهاجر الذي هاجر من أجل الله وترك بيته وداره ثم أصابته مصيبة الموت، وقعت عليه مصيبة الموت، هذا ما رأيكم في أجر وثوابه؟ اسمع ما يقول ربنا عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك قالوا إن عظم الأجر مع عظم المشقة، كلما كانت هناك مشقة أو كان هناك أثر من خلال هذه العبادة فإن الله عز وجل يكتب للشخص الأثر والثواب. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأنت إذا شممت هذه الرائحة الكريهة من صاحبك فاعلم أنها طيبة عند الله، فلا تتضايق، وحاول أن تتلمس له العذر لأنه على طاعة كبيرة. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وتحول هنا الحديث من حديث نبوي شريف إلى حديث قدسي عظيم، كأنه يقول إن الله يقول إن هذا الريح المسك هو سببه أن العبد يترك طعامه وشرابه وشهوته، المقصود به الجماع مع الزوجة، فيقول من أجلي، يعني من أجل الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصيام لي وأنا أجزي به. هذا هو السر في كون الصيام فريضة عظمى يحبها الله عز وجل، أنها فيها الإخلاص وفيها الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لمن يريد الصيام أن يخدع نفسه فيفطر بشراب أو طعام أو جماع سرا، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وبالتالي غالب الصائمين، بل كل الصائمين، يصومون لله عز وجل ولا يعلم صيامهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحسنة بعشر أمثالها، تأكيدا على أن ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، أو الصيام لي وأنا أجزي به، أي أن أجره عظيم، أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فحسب فقط، بل أن هذا الأجر العظيم ربما يضاعفه الله عز وجل إلى عشرات من الحسنات. قال الإمام البخاري: الصوم كفارة. وهنا أيضا يسرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وعظم له الأجر من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هذا عمر يسأل. قال حذيفة بن اليمان، وكان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال أي عمر بن الخطاب: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق، وهذا أحد رجال الحديث: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. هذا الحديث العظيم أورده الإمام البخاري من أجل أن يبين لنا أن الصيام كفارة. في حديث آخر: الجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهنا يؤكد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الصوم أيضا كفارة. قوله فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، إنسان قد يفتتن في زوجته، والمقصود هنا من الفتنة يعني الابتلاء بالشر أو بالخير. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وابتلاء. وقوله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الإنسان قد يفتتن في أهله فيبتلى بزوجة متعبة فعليه أن يصبر، أو يبتلى بزوجة حسناء جميلة وربما هي تأمره وتنهاه بالباطل فيتعلق قلبه بها قد تكون فتنة. ولذلك قال ربنا عز وجل إنما أموالكم، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن هنا يتبين لك أن فتنة الرجل في أهله وماله، والمال فتنة أيضا، الدنيا حلوة خضرة، والجار قد يكون جار سوء فتفتتن به، فيجب عليك أن تصبر، ويجب عليك أن تتعامل معه بما أمرك الله عز وجل به من الحسنى والبر والصلة، وتصبر على أذاهم. هذه الفتن وهذه الابتلاءات إن حصل فيها نقص أو حصل فيها يعني ارتكاب لذنب من الذنوب، فإن الله عز وجل يكفرها لك بالصلاة والصيام والصدقة. الصلاة، وطبيعي أن الإنسان يحصل منه التقصير في أهله، ويحصل منه التقصير في أولاده وماله وجاره أيضا. أحيانا الجار قد يكون مبتلى بفقر، قد يكون مبتلى بشيء وأنت لا تتفقد جارك، فلا تعرف عنه إلا بعد فترة زمنية، ربما هنا يعني يعتب عليك الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الأمور تكفرها الصيام والصلاة والزكاة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. ومن هنا أيضا نستطيع أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان من أخلاقه أنه كان يكرم الجار ويسأل عنه ويتفقده، ولم تكن الدنيا لتغره صلى الله عليه وسلم مع كونه غنيا قد أغناه الله عز وجل من فضله وكرمه، إلا أنه كان زاهدا صلى الله عليه وسلم. هذا يجدر بنا نتحدث عن هذا الموضوع أيضا، وأيضا سيرته العطرة مع أهله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته وأولاده وأحفاده، تجد الحقيقة تعاملا زكيا طاهرا مباركا صلى الله عليه وسلم. من هنا نستطيع، وهذا باب عظيم لو فتحناه كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام، نجد حقيقة يعني شيئا عظيما. وقد أفرد في هذا الشيخ صالح المنجد فرج الله عنه وأعاده إلى أهله سالما غانما، له كتاب اسمه كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن هذه القضية بالتفصيل، وأنت تستمتع في قراءة الكتاب بشكل حقيقة لا تكاد حقيقة يعني أنك تغلق الكتاب أو تبتعد عنه. إذن هذه الأمور هي التي أشار إليها الإمام البخاري فها هنا، حتى يبين لنا أنه إذا حصل شيء من التقصير في هذه الأمور فإن الصيام يكفر. وطبعا إخواني الأفاضل، الصيام من أعظم المكفرات ومن أعظم القربات إلى الله، ودرجته عند الله عظيمة جدا جدا جدا. يكفينا حديث ثابت عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قوله من صام يوما في سبيل الله
بعد الله عنه النار 70 خريفا. هذا الحديث العظيم الحقيقة من يستمع إليه ويراه يعني يتعجب كيف هناك حقيقة من الأجر والعظيم، من الأجر العظيم الذي يجعلك تبتعد عن جهنم وبئس المصير. ثم واصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: الريان للصائمين، وسرد حديثا بسنده رحمه الله تعالى عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه منقبة كبرى للصائمين، أن جعل الله عز وجل لهم بابا عظيما من أبواب الجنة. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم أن للجنة 8 أبواب، ومن هذه الأبواب باب خاص يسمى الريان. لو قرأنا الحديث الذي بعده سنفهم بعض مسميات هذه الأبواب. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الريان للصائمين، حديثا آخر بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين أي نوعين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أهل الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. انتهى الحديث. يا سلام! هذا الحديث العظيم يبين أن للجنة 8 أبواب، ومن أبوابها باب الصلاة، ومن أبوابها باب الجهاد، ومن أبوابها باب الريان. وهو هذا حديثنا أن هذا الباب، باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ومنها باب الصدقة. لكن من هم الصائمون؟ هل كل من صام شهر رمضان سيدخل من هذا الباب، أم هناك فرق؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله، ومثلي لا ينبغي أن يتحدث، إلا أن الجميع يصوم شهر رمضان، أي غالب المسلمين يصومون شهر رمضان. فهل الجميع مقصود بهذا؟ الجواب والعلم عند الله: من صام شهر رمضان وصام بعده 6 من شوال، وكان يصوم الاثنين والخميس و3 أيام من كل شهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هؤلاء هم المقصود بهم أنهم يدخلون باب الريان. أما من كان يصوم فريضة رمضان فقط فهذا لا شك قام بعمل كبير، لكن ربما لديه عمل أكثر في باب أقوى لنفسه، فيكون مثلا من أهل الصلاة، فنفسه تتوق للصلاة، فيقوم الليل ويصلي الضحى ويحافظ على الرواتب، سنن الرواتب، فهذا من المصلين، من أصحاب قيام الليل، لا يتخلف عن ذلك أبدا. وآخر لا، هو يصوم كثيرا ولكنه يصلي الوتر فقط 3 ركعات وبس. أما هذا فهو يصلي التراويح في العام كاملا، ويصلي 11 ركعة لا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 و4 ثم 3، وهكذا موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر هو يؤدي الفرائض مع الرواتب، ولكنه لا يقوم الليل وإنما يصلي الوتر فحسب، لكنه في باب الصدقة يتسابق
لا أحد يسبقه في باب الصدقة فينفق ها هنا وها هنا، فهذا يدخل الجنة يوم القيامة من باب الصدقة. يعني كأن الخلاصة أن من أكثر في عمل ما وفتح الله عز وجل عليه فإنه ينادى من ذلك العمل الصالح الذي هو وهنا ذكر باب 4 أبواب، وهي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان وباب الصدقة. وأعتقد هناك والله أعلم يحتاج إلى بحث إلى باب بر الوالدين وإلى أبواب أخرى من أعمال الصالحة العظمى، لأننا نجد هنا وربما يكون هناك أين باب التوحيد، الله أعلم. هذا على كل حال يحتاج إلى بحث لا نستطيع أن نجزم به، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. هنا ما الذي نستفيد منه؟ أن هؤلاء الصائمين الذين يصومون شهر رمضان ويزيدون عليه بقية النوافل من 6 من شوال و3 أيام من كل شهر إلى آخره، هم الذين يدعون من هذا الباب. نعم. وهل هناك من أحد ممكن أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ نعم. وأحدهم أبو بكر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أن ندعى من أبواب الجنة 8. وعلى فكرة أيضا المرأة الصالحة الطيبة المباركة تنادى يوم القيامة من أبواب الجنة 8، كما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله من صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا معناه أنها تنادى من هذه الأبواب 8 التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للمرأة التي حقيقة تتمثل بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مطيعة لربها بقيامها بالصلاة والزكاة والصوم وتؤدي الفرائض وتكون مطيعة خاضعة لزوجها، جزاؤها عند الله يوم القيامة أنها تفتح لها أبواب الجنة 8. يعني كأنها وصلت مرتبة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شفتم يا أيتها النساء، هل رأيتن مكانتكن عند الله عز وجل؟ المرأة حينما تكون محترمة ويعني تقدر زوجها هذا هو مكانتها عند الله. وإذا كانت تعاند زوجها مع الأسف كما نرى ونسمع اليوم، وترى نفسها ندا له وتضع نقره من نقرها ولا احترام هناك ولا تقدير، فأنى لها أن تدخل الجنة وأنى لها أن تفتح لها أبواب الجنة 8. اللهم اهدي نساءنا ونساء المسلمين، واهدي شبابنا وشباب المسلمين وفتيات المسلمات، وارزقهن الحشمة والحجاب والعفاف. مشاهدي الأكارم، هنا سأقف، وقفتها هنا، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذه هي يعني سيرة من نور. من هنا نحن نأخذ هذه السيرة العطرة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتمثل بالخلق النبيل، لا يشاتم ولا يقاتل، وإن اعتدي عليه في رمضان يقول إني صائم إني صائم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم في دمنا.